أهلا بكم في ليلة الحسم. ليلة حسم بطولة الدوري المصري. هل الأهلي هيقدر يحسم البطولة النهاردة أمام فاركو ويتوج رسميا ببطولة الدوري المصري، ولا فاركو هيبقى ليه رأي تاني وهيقدر يدي بيراميدز هدية ويغير مسار البطولة؟ قبل ما نتكلم ما تنساش الاشتراك واللايك على الفيديو ده، وقول لي رأيك في التعليقات. هل الأهلي هيقدر يحسم الدوري، ولا تتوقع هيحصل مفاجأة النهاردة في ليلة الحسم؟ طبعا بعد الأحداث والتقلبات الكبيرة اللي حصلت الموسم ده، مرورا طبعا من ابتعاد الأهلي عن المنافسة بعد النتائج السيئة اللي كان بيقدمها مع كولر، طبعا مرورا بعد كده بمباراة الزمالك والأحداث اللي حصلت في مباراة الزمالك وإن الأهلي ما راحش، وبعد كده خصم 6 نقط من الأهلي، وبعدين الرابطة بعد كده طلعت قرار إن خصم 3 نقط بس، وبعد كده طبعا رحنا لجنة تظلمات، وبعدين رحنا محكمة رياضية، وليلة كبيرة يعني كده. مرورا طبعا بعد كده برحيل كولر عن النادي الأهلي وتولي كابتن عماد النحاس الإدارة الفنية بصفة مؤقتة للفريق، وتعثر طبعا بيراميدز في مباراتين أمام فاركو وأمام البنك الأهلي، وبعد كده طبعا فوز الكابتن عماد النحاس مع الفريق في 5 مباريات متتالية، عشان الفرق بعد ما كان لبيراميدز في النقط بقى للنادي الأهلي وبفرق نقطتين كمان. وطبعا كلنا عارفين إن الأهلي لما بيركب في جدول ترتيب الدوري وبيبقى مركز أول مستحيل تعرف تنزله تاني غير وهو حامل اللقب. خليني بقى أقول لك الحالات المحتمل حدوثها لتتويج أحد الفريقين ببطولة الدوري. أول حاجة وهي في حالة فوز الأهلي وبيراميدز، يتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري. طب في حالة التعادل، في حالة التعادل بأي نتيجة غير فارق 6 أهداف لبيراميدز، يتوج النادي الأهلي بلقب الدوري. طب في حالة التعادل وبيراميدز وصل لفرق 6 أهداف في مباراة سيراميكا، يتوج بيراميدز بلقب الدوري. طيب في حالة لا قدر الله خسارة الأهلي وفوز بيراميدز على سيراميكا، يتوج بيراميدز مباشرة بطلا لبطولة الدوري. خلينا بقى نتكلم في مباراة الأهلي وفاركو، وتعالى أقول لك التشكيل المتوقع النهاردة اللي ممكن الكابتن عماد يبدأ بالمباراة. في حراسة المرمى محمد الشناوي هيبدأ بقلبين دفاع العش وياسر إبراهيم. على الشمال هيبقى كوكا، على اليمين هيبقى هاني، في نص الملعب هيلعب بأكرم مروان عطية، قدامهم إمام عاشور. وينج شمال هيبقى بن شرقي، وينج يمين هيبقى طاهر محمد طاهر، وخط الهجوم طبعا وسام أبو علي. بعد ما قلت لك توقع لتشكيل النادي الاهلي النهارده امام فاركو، قول لي انت كمان توقعك ايه للتشكيل في التعليقات، وقول لي كمان توقعك لنتيجه المباراه ايه بتاعه الاهلي وفاركو، وتوقع لك نتيجه مباراه بيراميدز وسيراميكا هتبقى كام كام. ضيف نقطة أخيرة وهي تصدر إمام عاشور ترتيب هداف الدوري مع ناصر منسي وأسامة فيصل. مش عايز إمام يركز في الحتة دي قوي، ويركز في المباراة أهم حاجة، ويركز إن الأهم هو إحراز البطولة. وطبعا بتمنى التوفيق لكل اللعيبة، وإن شاء الله هتبقى ليلة ملحمية النهاردة من لعيبة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في استاد القاهرة، وإن شاء الله تكمل على خير، والنادي الأهلي يكون بطل للدوري المصري في بطولة مش هينساها حد. سلام.